فندم، الطفل بيقول إن في حد كان مستخبي تحت السرير، بس لما فتشنا الشقة ما لقيناش حد. والمصيبة، الأب كان مقتول في نفس الأوضة. لو بتحب الجرايم اللي فيها تفاصيل نفسية مرعبة، اشترك دلوقتي عشان كل ملف جديد يوصلك أول ما ينزل. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة عندنا جريمة غريبة جدا، جريمة فيها شاهد صغير وحقيقة أكبر بكتير من اللي اتقال. معاكم إسلام السيد، ويلا بينا نبدأ القصة. الساعة 4 الفجر، بلاغ من شقة في مدينة نصر. الأب مقتول بطعنة مباشرة، الأم في حالة انهيار، والابن اللي عنده 6 سنين ساكت. ياسين ضابط المباحث الهادي بطبعه نزل لمستوى الطفل وسأله بصوت مطمئن: انت شفت ايه يا بطل؟ في راجل كان تحت السرير، بابا كان بيزعق له. الشقة ما فيهاش أي آثار اقتحام، الباب مقفول من جوه ومفيش بصمات غريبة. ياسين بص تحت السرير، مساحة ضيقة جدا، مستحيل حد كبير يستخبى فيها، لكن في خدش بسيط على أرضية الخشب. ياسين بدأ يربط الخيوط. الأب كان شغال محاسب وعليه قضية اختلاس. مين المستفيد من موته؟ الأم، في تأمين على الحياة بمبلغ ضخم. المواجهة بدأت. ياسين وقف قدام الأم اللي كانت بتمثل الانهيار، وبصوت ثابت قال لها: ابنك مكذبش. بس هو مفهمش اللي شافه. الأم بصته بقلق، وياسين كمل: انتي خبيتي السكينة تحت السرير بعد ما قتلتيه. الولد شافك، بس عقله رسم صورة راجل مستخبي. هو كان هيودينا في داهية، كنت عايزة أحمي ابني. الجريمة ما كانش فيها راجل غريب ولا قاتل مجهول، كان فيها خوف وطمع وقرار اتاخد في لحظة. أحياناً أخطر حد في البيت مش اللي تحت السرير، لكن اللي واقف جنبك. الملف اتقفل. لو القصة شدتك وحابب تتابع ملفات الضابط ياسين أول بأول، ادعمنا باشتراكك عشان نكمل ونفتح ملفات أخطر.